دي باينه ان هي كوارع. بص كده مفصصه. دي بتاعت الايه؟ بتاعت العصب بتاع الايه؟ الموزه. ماشي. التانية بتبقى عباره يعني زي دي مثلا، زي الحته الصغيره دي، جلده كده. ايوه زي دي كده يعني. تمام. يعني الجبهه ما فيهاش الكلام ده، ما فيهاش العصب ده خالص، ولا القرع، وما تلاقيش فيها عضمايه. اللي ياكل كوارع يعمل ايه؟ يضرب شارع. اه. قال له ايه؟ كل كوارع واضرب شارع. وقال له كل سمين كله فيتامين. وقال له كل سجق قلبك يدق. ورينا السمين. وسبحان الرازق الوهاب. كان اللحم زمان 3 ايام في الاسبوع، اللي هو كان ايه؟ خميس وجمعه وسبت، والاثنين والثلاث المذبح اجازه، فما فيش ذبيح. والاربع ممنوع فيه بيع اللحم، والحد ممنوع فيه بيع اللحم. ليه بقى؟ يوم الاربع بيتذبح اللحم ويتنشر لغايه الساعه 9، وبعد الساعه 9 يتشال، يدخل الثلاجات، وتنشر على الايه؟ على التلج. اتكلمنا عن الطبق اللي بنجهزه دلوقتي. ده طبق مشكل، ده ربع كيلو. عباره عن ايه المشكل؟ فشه وطحال وممبار ومخاصي. المخاصي ليها طريقه معينه؟ اه هوريها لحضرتك دلوقتي. ادي بتتقطع كده اهي. دي بنعملها الاول في الفرن، بنقطعها كده مكعبات او صوابع، وما تاخدش ايه سوا في الايه؟ في التحمير. ورينا بقى الطبق ده كله بتعمله ازاي؟ اه اوري حضرتك. دي المخاصي، ده الطحال، دي الكفته، ده الممبار، ده الممبار، دي الفشه، دي الدوريه. دي بقى حاجه اللي هو الزور، اللي هو القرايش. ايوه. في ناس كتيره ما تحبوش، ماشي، لكن ده فايدته كبيره قوي للغضاريف. بالنسبه للكباب والكفته، اللي هو كباب الحاج راشد وكباب الديكه، فقط ليه؟ لا غير. دول اللي كانوا موجودين في الايه؟ في السيده ايه؟ زينب. تمام. فكان ضغط السيده زينب كله علينا. وكان السمين ده بنشتغل يومين في الاسبوع، اللي هو يوم الاربع ويوم الحد.